السلام عليكم، شلونكم حبايبي واخواني وعائلتي الطيبة؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وسلامة. فدوى عينكم ابدا الشغل وياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا انا هواي متأخرة عليكم لان والله العظيم ما دا الحق اصور وما عندي احد. هسه جت بنت حماية يمي قامت تصور لي. نبلش ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تنسونا من لايك وصعدوا لي الفيديو. شنو هاي بس زعلت عليكم، مشاهداتي كلش ضعيفة. فدوى لعينكم. هسه هنا الموديل اللي راح اشتغله وياكم باعوا حفرة الرقبة. هنا عندكم دائرة، اشتغلت هذا السوتاج الناعم دائما هذا الموديل، ورجعت راح اشتغل هذا باعوا الموديل الثاني ابو الاقواس. هذا المتر ب3 راح اشتغله باعوا وياه على الحافة. وهنا عندكم هنا باعوا عندكم هاي الدندوشة راح انزلها هنا. شوفوا انا مود اشتغل عليها. ابقوا وياي وخلنا نشتغل. هسه حبايبي هنا هذا السوتاج باع عليدي، باع هاي خيطتها كركوشة، نزل باع صعدتها. راح اخلي السوتاج وانزلها فوقها عم تطلع من وسط السوتاج. هنا من السر زاوية باعوا هذا القوس. هنا اسوي بيه كسرة صغيرة. شوفوا جبته هيك بهالطريقة على مود اكمل الاتجاه الثاني. هذا القوس يكون بالوسط. هنا هم نفس الحالة حبايبي باعوا القوس. وين صار الدائرة مالته؟ باعوا جمالها شلون صار بالوسط، والشغل راح يصير من هذا الاتجاه. حبايبي طبعا القصة مال الجلابية هو كلها نفس القصة، بس تبقى عندكم الشغل بالموديلات، يعني الزيات اللي راح تشتغلوها. هسه حبايبي باعوا هنا على القوس نشتغل على مود نثبته. شوفوا القوس ايدي افرها ويا الدائرة مال القوس. باعوا هسه هنا هاي الدنفوشة نزلتها هيك راح اخيط عليها. حبايبي هسه هذا الشكل الكامل للصدر. راح اربط الكتاف واشتغل الردن وياكم. هواية مشتغلتها وياكم الردن اللي قايلت لكم عليها حرف اي بالانجليزي. هسه حبايبي هاي البرواز الخلفي باع عليدي، اثبته للبرواز بس تقل واحد. باعوا ما اقلبه واشتغل عليه تقلات خارجية، بس تقل داخلي باعوا من الداخل. هسه هذا تقلات الداخلية. هنا يعدي البراويز دائما انا قالت لكم اكفها والله اشتغل عود، خصوصا الخلف لان راح تبين عندي بالامام بالحفرة بنشتغلها. حبايبي هسه جيت اربط الكتف باع عليه. قالت لكم هواية مرة كتف مرة كتف، يلا شي يجي بلساني احكي. باع حبايبي هسه ربطته بالكتف، مخلي عليه هاي البروازة باع عليها راح تجي بالدفن تصير فوق الكتف. باع هاي الاتجاه الثاني هم نفس الشي، همينه الكتف على الكتف وهاي البروازة فوقها.
دائما انا معلمتكم بالنهايه مالت الكتف او النهايه مال الذيال مال القلبيه دائما اقفل، يعني الخياط وين ما اصل بنهايه الجهه اللي اشتغل بها اسوي قفل بالخياط. باع حبايبي هسه هاي البروازه راح اقلبها للداخل. هنا أنا حبايبي هاي البروازه باعوا قلبتها للداخل وجيت خيط من الكتف ونازله باعوا. هاي يقولوا لها تقلات خارجيه. طبعا ارجو المعذره منكم مدى الحق اصور لكم، الله شاهد صار لي تدرون بي من زمان انا تمرضت من العيد الصغير تقريبا من خلص رمضان، وهسه من رجعت اخيط الشغل صار علي يعني نقول اللود كلش عالي فما الحق اصور لكم الله شاهد. هسه هنا التقل الثاني اللي يربطه للبرواز يعني يثبته. العفو. شوفوا من اقول لكم نكفه للبرواز بمعنات يطلع حلو شكله، باعوه لا يظل يذب خيوط. حبايب هسه اجينا للردن. باعوا هاي هنا الردن، هنا اوضح لهم هاي الردن من هنا. هاي الردن قدامكم ردن كامله، مو كامله العفو طويله، يعني هي الردن هي كلها الجهتين، بس اقصد لكم 3/4. هاي دائما هوايه النسوان يسالون ويقولون ايش طول الردن؟ يابا الردن شبرين، هاي اللي اسمها 3/4 اللي مرغوبه. هسه وين ما تروحين تقدري تطلعين بيها بخطار بشي، لان يعني حلوه مستره تكون طولها شبرين. هسه مو 3/4. باعوا من الوسط مال الردن فصلتها، هسه من فصلتها راح اخلي بها خياط. باعوا هسه اول شي راح اسويه راح اثبتها واخيطها هنا. باعوا وراح اترك بيها مجال للحرف اللي راح اشتغل بيه. هسه باعوا خيطت قبل ما اوصل للنهايه. باعوا هنا باعوا فتر، هذا فتر 11 سنتيم. هنا أنا راح اوقف بالخياط. باعوا سويت قلبه. باعوا هاي القلبه سويتها. هسه شو راح نسوي؟ راح نكف الردان. شوفوا حبايب هسه هذا الخياط راح يصير، راح نيجي نكف الردان. هنا يا حبايبي باعوا بالاتجاهات اللي بيها الفتحة الف القماش اكثر من الفوق. تدرون ليش؟ على مود تنفتح ايش تصير مثل حرف الاي، على مود اشتغلها بالسوتات. باعوا هنا هاي ملفوفة لفتين. باعوا دائما الكف مالكم خلي يصير لفة ببطل لفة، لان من يصير بس كفة وحدة رأسا تدرون شنو؟ راح يذب خيوط وراح يطلع بشرشب ما حلو. شوفوا هسه كملنا هاي الفتحة اللي تكون بوسط الردن. باعوها هاي قدامكم. هاي هسه حبايب اول شي راح اخذ السوتاج. باعوا راح اشتغل على هذا الخط اللي خيطته. باعوا عليه قلت لكم خليت خياط بها بالردن من الوسط. شوفوا هنا راح اخلي بيه زيادة. هاي الزيادة على مود لذة بخيوط همين راح الفها هيك. باعوا على يدي اكفها للسوتاج. هسه اجيت بالخط الثاني.
وهسه حبايب شوفوا هاي قدامكم هالسوتاج والردن كاملة. ايش راح اسوي؟ هذا القوس هنا اللي عندي من الصدر طلعت قوسين بدي اخليهم بالردان باعوا، راح اجيبها بالنهاية مالتها. شوفوا على نهاية الصفحة. راح اخيط عليها بالالتفات. حبايب هسه هاي الحرف اي باعوا شلون اشتغلته. هسه انتو تعرفون بعد راح اربط الردان، واذا تردون اربط لكم الردان علقولي بالتعليقات غير مرة اربط لكم الردان. اني هواية رابطتها وياكم، اكملها والبسها للملكونة وشوفوني. وهسه حبايبي هذا الشكل النهائي للقلبية اللي اشتغلتها اني وياكم. باع هنا الردن مالتها حرف الاي بالانجليزي، باع الردان من الجهتين ونص كلوشة حبايبي شوفوها. اشوفكم بخير ومع السلامة يا حبايب قلب الطيبين. اترككم في حفظ الرحمن.